السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهات كروشيه الهوانم. اتمنى تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل ايس كاب رجالي. بس هو مش رجالي بس، هو ينفع كمان اولاد، يعني اطفال او بناتي، يمشي كل حاجه، شبابي او اطفال، مفيش مشكله. انا هنعملها بغرزه بسيطه خالص، غرزه البنسيل العاديه. انا مش عامله فيها شغل كتير، هي سهله جدا، سريعه جدا جدا، وللمبتدئين كمان مفيش اسهل من كده. انا هستخدم خيط اليزا، وهستخدم معاه ابره مقاس 5 تقريبا. هستخدم شله، ده مقاس شبابي زي ما قلت لكم. دي تقدر تمشي رجالي او حريمي. هنبتدي على طول وهنقول بسم الله. انا هستخدم ابره مقاس 5 وهبتدي بعقده البدايه. بعد كده انا هعمل سلسله طول 30 سنتي. انتوا تقدروا تعملوا الطول اللي انتوا عايزينه، ده الطول الشبابي. اوكي، فهشتغل سلسله، مفيش عدد معين، انا هشتغل الطول اللي انا عايزاه وهقيسها على 30 سنتي. طبعا تقدروا لو انتوا حابينها للاطفال هتعملوها طبعا اقصر من كده بكتير. هنشتغل سلسله ونشوف هنعمل ايه. اهو انا هنا خلصت السلسله بتاعتي وتقريبا مقاس 30 سنتي. اوكي، بعد كده على طول هشتغل السطر التاني، هبدأ السطر التاني، فهرتفع سلسلة واحدة وعلى طول هشتغل نص عمود. فهلف الخيط على الإبرة وهسيب الغرزة اللي بعد الإبرة، الغرزة اللي بعديها على طول هدخل فيها وهشتغل نص عمود. نص عمود يعني معايا 3 لفات على الإبرة، هلف واطلع من ال3 مرة واحدة. اوكي، واشتغل في كل غرزة غرزة واحدة نص عمود. ادي الغرزة التانية اهي، 3 لفات على الإبرة وبطلع منهم مرة واحدة نص عمود. هشتغل في كل غرزة غرزة واحدة. تمام، هي بسيطة خالص. هشتغل السطر كله ما عدا آخر 4 غرز. هنشوف هنعمل فيهم ايه. فهكمل السطر لحد قبل آخر السطر، نشوف هنكمل ازاي. انا خلاص خلصت السطر بتاعي ما عدا آخر 4 سطور زي ما قلت لكم، سوري 4 غرز. طيب آخر 4 غرز انا مش هشتغل فيهم نص عمود، وده هيفرق لما نخلص الايس كاب او الطاقية دي، هوريكم ليه هيفرق معانا. في آخر 4 غرز انا هخش في الغرزة وهعمل غرزة حشو، مش نص عمود. يعني عندي لفتين على الإبرة، هلف واطلع منهم الاتنين مع بعض. الغرزة التانية نفس الكلام، هدخل فيها اسحب الخيط واطلع من الاتنين مع بعض، وادي التالتة وادي الرابعة. فهتلاقوها اقل سمك شوية من النص عمود. بعد كده هرجع تاني ارتفع سلسلة واحدة، الف الخيط. في المرحلة دي انا هشتغل في اللفة الخلفية مش في اللفة الامامية. فعندي الغرزة اللي انا ارتفعتها دي مش هشتغل فيها، الغرزة اللي بعديها على طول اللفة اللي من ورا هسحب الخيط واعمل ادي اول غرزة حشو. هشتغل 4. بصوا الغرزة التانية هخش في اللفة الخلفية اهي. هحاول افتح الاضاءة بس شوية عشان تبان معايا اهي اللفة الخلفية، وهسحب واطلع منه. ادي الغرزة التانية. بعد كده الغرزة اللي بعديها على طول بنفس الطريقة. ادي عندي الغرزة كلها، عندي في الامامية دي اللي قريبة من الكاميرا واللفة اللي ورا. فانا هدخل في اللفة الخلفية اللي هي اللفة اللي ورا اهي، لفة واحدة هسحب، ودي الغرزة التالتة.
بعد كده الغرزة الرابعة اهي، اسحب واطلع من اللفتين مع بعض، يبقى انا كده عملت الاربعة حشو بتوعي. بعد كده هرجع تاني اكرر نص عمود، فهلف على الابرة الخيط وهدخل برضو في اللفة الخلفية. كل شغل هيبقى في اللفة الخلفية. اللفة اللي من ورا اهي 3 لفات، اسحب واطلع منهم كلهم. كمان مرة بصوا دي الغرزة كاملة اهي، فيها لفتين، انا باخد اللفة اللي ورا دي بس، فبطلع كده وباخد اللفة اللي ورا، اسحب الخيط 3 لفات على الابرة، الف واطلع منهم كلهم. نفس الكلام، ادي اللفة اللي ورا او اللفة الخلفية، هلف واطلع منهم كلهم. كمان مرة، مع بعض لحد لما بخلص السطر بتاعي، وارجع اكرر واعيد تاني الغرزة بتاعتي. هكمل السطر نص عمود في كل لفة خلفية لحد اخر السطر. انا هنا وصلت لاخر السطر عندي، فهاجي الغرزة الأخيرة عايزة أوريها لكم. بصوا يعني انتوا لو شغالين كده، والكلام ده بالذات للناس اللي مبتدئة مش هياخدوا بالهم من الغرزة الأخيرة، فهتلاقوا الشغل دايما الناس تبعت لي إن الشغل ليه بيلم معايا مع إني شغالة كل غرز. لا، هي الواضح كده إن مفيش غرزة، بس في غرزة دايما بتلاقيها لفة لورا كده. تمام، فالغرزة دي ما تنسوهاش. يعني أنا كده الشغل ناقص له غرزة، فبلف على الخيط. بصوا هتلاقوها لفة لورا الغرزة أهي، اللفة الخلفية بتاعتها كده. يبقى انا كملت الشغل لحد الاخر. بعد كده هرتفع سلسلة وارجع الف الشغل بتاعي، واسحب الخيط على الابرة، وارجع تاني اشتغل غرزة نص عمود في الغرزة اللي ارتفعتها اهي. مش هشتغل فيها الغرزة الاولى، برضو في اللفة الخلفية ارجع اشتغل تاني نص عمود في كل لفة خلفية، نص عمود. وده شغلي هيبقى لحد ما اخلص الطول اللي انا محتاجاه، اللي هو بدوران الراس اهي كده. في اللفة الخلفية هكمل بنفس الطريقة لحد آخر السطر. وما تنسوش آخر 4 غرز اللي احنا بنشتغلهم غرزة حشو. أنا هنا خلاص وصلت لآخر السطر، ما عدا الأربع غرز اللي احنا بنشتغل فيهم الحشو. فهاجي برضو بنفس الطريقة، هخش في اللفة الخلفية، هدخل في اللفة الخلفية. أنا عندي لفتين أهم، فهدخل في اللفة الخلفية، هسحب الخيط واطلع من الغرزة من اللفتين مع بعض غرزة حشو. يبقى دي 1 2 اوكي 3 وادي الرابعة. يبقى احنا كده خلصنا الاربع غرز حشو. فهتلاقوا الجزء ده اقل من الجزء التاني اللي احنا عاملين فيه نص عمود. بعد كده بروح مرتفعة غرزة واحدة والف الشغل. خلاص الغرزة اللي ارتفعتها دي مش هشتغل فيها. الغرزة اللي بعدها على طول برضو في اللفة الخلفية هسحب الخيط وادي غرزة حشو. يبقى دي 1 2 3 وادي 4.
يبقى انا كده اشتغلت الاربعة حشو بتوعي. بعد كده بكمل بقيت الغرز كلها نص عمود، يعني هلف الخيط كده على الابرة، وفي اللفة الخلفية برضو هدخل وهشتغل غرزة نص عمود 3 لفات واطلع من 3 مرة واحدة، كمان مرة 3 لفات اهم واطلع من 3 مرة واحدة، 3 لفات واطلع منهم مرة واحدة لحد اخر السطر. هنا انا خلاص خلصت القطعة بتاعتي زي ما انتوا شايفين، والتجزيعة بتاعتها بتاعت الايس كاب شايفين عاملة ازاي اهي. وهنا لو شفتوا هتلاقوا من فوق هي اضيق شوية من تحت، لان احنا فوق عاملين غرزة حشو مش نص عمود. هنا لو قسنا العرض بتاعها تقريبا العرض هنا عامل 40 سنتي، وخلي بالكوا هي لسه بتمط معايا، ف40 ده مقاس شبابي في الغرزة دي بالنص عمود. هبتدي هنا بقى هوريكوا ازاي هنقفلها. انا مش هقص الخيط بتاعي وانا شغالة، فلو خدتوا بالكوا هتلاقوا هنا الخيط بتاع الجزء اللي هو البداية، اوكي، وهتلاقوا عكسه اهو. ادي هنا النهاية مكان ما انتهيت الغرزة اهي لسه موجودة، وهنا دي البداية في الطرف التاني الناحية التانية، وده الجزء اللي كنا عاملين فيه غرزة الحشو. تمام، فهتلاقوا حتى في فرق بين الغرزة هنا والغرزة هنا، اوكي. فهنيجي بقى على طول هنبدأ كده مع بعض. طبعا هي عدد الغرز واحدة، زي ما قلت لكم لازم تراعوا ان الغرزة دي فيها جزء مطة. فهنمسك كده، ادي عندي الغرزة الناحية التانية، وهاجي هنا، بعتذر عن الإضاءة بس، هاجي في الغرزة الأولى بتاعتي وهسحب الحلقة بتاعتي اللي هي انتهيت عندها اهي، هجيبها كده وهروح سحباها من الغرزة. بعد كده هشتغل السطر كله بغرزة منزلق، فهاجي هخش في الغرزة التانية مع الغرزة التانية اللي مقابلة ليها على طول، وهسحب الخيط وهطلع مرة واحدة من الحلقة، كمان مرة اهي. الغرزة التانية اهي مع الغرزة المقابلة ليها، واسحب الخيط واطلع مرة واحدة من الحلقة. الغرزة التانية مع الغرزة المقابلة ليها، الغرزتين اللي قدام بعض، بخش بس في الغرزة كاملة واسحب الخيط واطلع مرة واحدة. وتقدروا تقفلوها بالإبرة والخيط لو انتوا حابين. كمان مرة اهي مع المقابلة ليها اسحب الخيط واطلع مرة واحدة. وهكمل الغرزة اللي بعدها اهي مع الغرزة المقابلة ليها، اسحب الخيط كده واطلع مرة واحدة من الحلقة. كمان مرة افضل ماشية بنفس الطريقة لحد لما بخلص السطر كله بتاعي. انا وصلت خلاص لاخر غرزة عندي واشتغلتها، اوكي.
فهرفع الخيط كده، هسحب الخيط وهبتدي اقفل. ولو زي ما اتفقنا احنا الجزء اللي عاملين فيه غرزة الحشو اللي هي اضيق شوية، هي مش هتبقى باينة قوي بس هي بتبقى اقل من هنا، فانا الخيط مش هقطعه، الخيط هسحبه وهاجي كده بالابرة لضمت فيها اخر الخيط. انا وقفت هنا اهو، هدخل كده في الخيط كده، هسرجها سراجة خفيفة زي ما انتوا شايفين كده، بطلع من غرزة واخش فيها. احاول بس اخلي السراجة ضيقة وبخليها في الغرزة نفسها من فوق. واكمل تاني بنفس الطريقة بنفس لون الخيط، وده هيخليها مش باينة. بكمل كده داير ما يدور الكاب كله، الطاقية او الايس كاب ده. وبكمل هكمل لحد ما اوصل لاول الغرزة، نشوف هنعمل ايه. هنا انا وصلت لاخر لاول غرزة انا بدأتها. تمام. بعد كده على طول هروح شدة الخيط كده بالراحة، ده الخيط اللي انا اشتغلت فيه، وده الخيط اللي هو كان بقيت سوري، ده الخيط كان بداية الشغل. هشد كده بالراحة. طبعا هضيقها على الاخر خالص بالراحة عشان ما تتقطعش مني. انا كل ده في ظهر الشغل مش في وشه، يعني كل ده لسه ما عدلتش الايس كاب بتاعي. طبعا لو حابين تحطوا بقى كرة فرو في الاخر هنا، دي حاجة اختيارية براحتكم زي ما انتوا حابين، بس ما تشدوش الخيط قوي عشان ما يتقطعش منكم، فبالراحة. انا كده شديته يعني لحد ما كويس. وممكن كمان بالابرة بس كده هروح واخدة غرزتين كده بس بسيطة عشان خاطر اتأكد ان هي مش هتفتح مني من فوق كده. كتأكيد للغرزة مش اكتر. طبعا انتوا لو هتحطوا كرة فرو او كرة بونبون مش هتبان، مش هتحتاجوا ان انتوا تعملوا كده. بس كده غرزتين او 3 مش اكتر. ودي اللي هي الخيط البداية مع الخيط ده، هعمله عقدتين كده.
خلاص. انا كده خلاص خلصت. هرجع اقلب بقى الايس كاب بتاعي. بصوا مكان ما قفلناه مظبوطه القفله بتاعتها ازاي اهي. وبكده يكون خلص الايس كاب بتاعنا. كده الايس كاب بتاعنا خلص. اتمنى يا رب يكون عجبكم، وتقدروا تتحكموا في الجزء ده زي ما انتوا عايزين. شكرا ليكم، استنوني فيديوهات تاني ان شاء الله.